هو موقف سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع ملكة سبأ. ان هو جاله حد قال له طبعا من الريسورسز المسخره ليه، قال له في واحده هي ملكه على ناس ما بيعبدوش ربنا. طيب نشوف قصتهم ايه. رد ما كانش مناسب قوي لسيدنا سليمان، بعتت له هدايا. فجاب الريسورسز الغريبه العجيبه دي وقال لهم مين فيكم يروح يجيب لي عرشها من اليمن ويجي لي لحد هنا. اي حد في الموقف ده بيتعامل بالنوع ده من السطوه والاثوريتي، عايزكم بقى تتوقفوا عند اللحظه دي وتشوفوا رد فعله كمان دقيقه ونص كده هيكون عامل ازاي. فجاله عفريت من الجن قال له قبل ما تقوم من القعده اللي انت قاعدها دي يكون العرش قدامك فيزيكلي. جاله حد تاني قال له انا قبل ما تقفل عينك وتفتحها تلاقي العرش قدامك. بالله عليك كده اي حد فينا في هذه اللحظه من استحضار الزهو والملك يقول ايه؟ اقل حاجه هتفكر فيها ايه؟ تفكر في نفسك، صح؟ انا هنا لازم اقرا لكم الايه. سيدنا سليمان قاعد وسط المملكه بتاعته والريسورسز، العصافير والعفاريت والكلام ده، وشايف العرش قدامه. العرش اتسحب من اليمن وجاله. لما رآه مستقرا عنده قال ايه بقى؟ قال انا سليمان. قال هذا من فضل ربي ليبلوني، يعني ليمتحني أأشكر أم أكفر.